أخبار المهرجان الوطني الثقافي للإنتاج المسرحي النسوي في طبعته الثانية. لقاءات فكرية، ندوات، قراءات لنصوص مسرحية، ورشات، معارض، وملخص لمسرحيات داخل وخارج المنافسة من 1 إلى 7 مارس 2013. تميز اليوم الثالث من فعاليات المهرجان الثقافي الوطني للإنتاج المسرحي النسوي بحركة مسرحية نشطة ظهرت ملامحها الأولى في اللقاء الفكري الذي زاوج بين الرؤى الفنية لأهل المسرح بالرؤى الأكاديمية التي قدم بها الباحثون المتخصصون بالبحث الأكاديمي ودراسات المسرح الجزائري خاصة. فقد تطرقت الدكتورة جميلة مصطفى زكاي الدكتورة بجامعة وهران إلى موضوع مهم عنونته ب المرأة في 50 سنة من المسرح، تناولت خلاله أهم محطات النضال المسرحي للمرأة الجزائرية، وذكرت العديد من الأسماء التي تعلق في التاريخ رغما عنه. أما فيما يخص العروض المسرحية فقد دخلت المنافسة في يومها الثاني مسرحيتين، الأولى بعنوان مايا من إنتاج مسرح موزاييك لسيدي بالعباس، عبرت فيها الممثلة سعاد جناتي عن حال الشابة التي تختار هجران الوطن والحرقة إلى الضفة الأخرى لتحسين أوضاعها المعيشية، مشيرة إلى مختلف العواقب المنجرة وراء هذا القرار، لتصل في النهاية بحبكتها إلى خلاصة أن الوطن يتجاوز كل العبارات ويسمع عن كل الخيارات، وأن الظروف الصعبة لا تفتأ أن تتحسن. في حين تطرق العرض الثاني الذي ترجمه مجموعة من الشباب والشابات اليانعين إلى قضية الصراع الذي يجمع المرأة بالرجل من خلال اعتماد عدة نماذج للمرأة بين التقليد والمعاصرة. جاءت هذه المسرحية في قالب شبابي بحث فكاهي إلى حد ما ومعبر. مهرجان نسوي نقول لهم برافو، كان مهرجان رائع جدا، عجبنا بزاف، كان في حضور رائع، الممثلين والممثلات، الوطن، مهرجان وطني، مبادرة رائعة، نقول السيدة سونيا برافو، وزيدي كملي وكملي كملي، سمعنا عليه مش كما شفنا، ونروح تشوف كما قلنا في مسرحيتنا، شوف تسمع حاجة وتشوف حاجة، وحاجة تاني معاملة طيبة الناس عنابة، الكرم تاعهم الطيبة اللي ساعدونا بزاف، قدمونا بزاف مساعدات، نشكروهم. ونوجه دعوة لكل مرأة خاصة بأن المهرجان النسوي قادرة على الإبداع وقادرة على الإنتاج أنها تتوجه وتجي تشارك في المنافسة. بسم الله الرحمن الرحيم، معكم عضو من فرقة طب فرح ممثل. واش نقول لكم عن المهرجان هذا؟ الطبعة الثانية مهرجان نسوي. صراحة الطبعة هذه منظمة، أنا بروحي أول خطرة نحضر هذا المهرجان. الله يخليك الشيخ. نحب نشكر جميع المسؤولين اللي قايمين المهرجان هذا. فرقتنا هي طب فرح من ولاية وهران. جينا المهرجان النسوي لولاية عنابة باش نشاركوا أموا برسالتنا، أموا بحاجة منينا نديروها قدام ممثلين كبار، قدام وجوه فريمون حبيناها وتمنينا نشوفوها، والحمد لله لقيناها، فرحوا بينا. كل واحد دوره كان في المستوى المطلوب. كنت هايل. ولن يفوتنا أن نشير إلى العرض المسرحي الذي قدم على هامش المهرجان بدار الثقافة محمد بوضياف عنابة من طرف فرقة مثلث الحياة التابعة للوحدة الوطنية للتدريب للحماية المدنية الدار البيضاء الجزائر، والتي اختارت مسرحية الخبزة التي كتبها المرحوم عبد القادر علولة لتشارك بها ضمن الطبعة الثانية من المهرجان. محافظة المهرجان إنتاج المسرحي النسوي في طبعته الثانية مقام في مدينة عنابة، وجهت لنا الدعوة وكنا قد شاركنا بمسرحية الخبزة للكاتب المرحوم عبد القادر علولة، إخراج فتيحة وراد، سينوغرافيا حليم رحموني، موسيقى
ماجد منصوري أداء فرقة مثلث الحياة التابعة للفرقة لمديرية الحماية المدنية بدار البيضاء. نرجو أن تكون المسرحية قد نالت إعجابكم، وشكرا إلى ملتقى آخر أو إلى مهرجان آخر إن شاء الله، وشكرا وشكرا وشكرا. أما عن مجلة المهرجان فقد عنونت في صفحاتها الأولى بحيث رجعت منها إلى جو المنافسة، وانطلقت المنافسة. في صفحاتها الثانية فكان البورتري مخصص إلى التقنية المكرمة سمية غدار، التي قالت أن الخشب مثل الولي الصالح، إذا أكرمتها أكرمتك، وبشهادات المقربات منها وفيها المناضلة الفنانة والملهمة. كما خصصت المجلة جانبا تتحدث فيه عن مرآة الصحافة، الفانتازيا وتراحم الجمهور مع الفنانات يصنعان الحدث.